صباح الفل، صباح الخير يا حلوين، صباح يوم جديد عليكم. يا رب يجعله كده كله خير وبركه. الاخبار يا بنات؟ وحشتوني قوي. النهارده كده جايلكم فيديو جديد نقضي كده اليوم مع بعض. عايزه اقولك صاحيه من الساعه 5:30، معرفش راحت عليا نومه ونمت وما حسيتش باي حاجه خالص ونايمه بدري. المهم بقى صحيت قلت لا خلاص كده ايه، ما بلاش نوم بقى، خلينا ايه صاحيين كده لحد ما دي ما تروح المدرسه. نزلتها وقياس صحي، فطرته قعدته ولعبته، المهم ايه نام. فقلت كده ايه اشوف اللي ورايا، عايزه اعمل حاجات يعني مش كتيره كده في البيت. المهم تعالوا بقى نبدا الفيديو على طول ونشوف هنعمل ايه. كان عندي هنا شوية غسيل حلوين غوامق، فقلت اشغل عليهم الغسالة. كنت مشغلة دورة غسيل قبل ما انام ونمت طبعا ما حسيتش بأي حاجة، فلما صحيت شغلت دورة غسيل تانية غوامق. فهنا بقى كانت الدورة التانية خلصت، فقلت بقى انشر الاتنين مع بعض. فمرضتش انشرهم بره لان هو كلهم غوامق، فالشمس بتبقى قويه قوي فبتخلي ريحه الغسيل مش حلوه وبتلم تراب، فما بحبش احط الغوامق بالذات في وقت النهار. لو كان من بالليل كان تمام عادي، يعني ممكن انشر بره مفيش مشكله. بس قلت لا خلاص عشان معظمها هدوم محمد، فعشان ما تجربش او اللون يغير او كده، فقلت انشرهم جوه على المنشر. ولما بكون فاتحه الشباك الحاجه بتنشف على طول، يعني على اخر اليوم بكون لما الغسيل لان الجو دلوقتي حر قوي، فالرطوبه ديت والحر فبتخلي الحاجه تنشف بسرعه. فهم ما كانوش كتير يعني، فقلت المهم كده مره واحده واغسلهم وانشرهم على طول معاكم. المهم انتوا وحشتوني قوي يا بنات، ما كنتش حابه ان انا اتاخر عليكم او اغيب عنكم في الفيديوهات. ان شاء الله برضو متاخرش، خلاص بقى ابتدينا نفوق من الغيبوبه بتاعت رمضان. هو اصلا الشهر جري بسرعه جدا بطريقه مش طبيعيه، انا مش متخيله ان خلاص كلها اسبوع والعيد يجي ورمضان يخلص. فربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين، ويجي علينا رمضان الجاي واحنا كلنا في خير وبسعاده يا رب. فالمهم بقى حبيت اشارك معاكم كده مقتطفات من اليوم بتاعي. بدات بالغسيل وبعد كده دخلت على اوضه الليفينج، يعني كان فيها شويه ترتيبات كده. ما كان بالليل ما كانش فيها حاجات كتير طبعا. اياد كان قاعد على الكنبه، كنا قاعدين بننكش مع بعض ونلعب مع بعض، فشلت الحاجات بتاعته. قلت كده رتب الترابيزه، اشيل الحاجات اللي على الكنبه، كان في هدوم ليه شلتها له، اللعب بتاعته الحاجات دي كلها. بس هو بيقعد ينكش في اي حاجه، فلميت كل الحاجات اللي على الكنبه. قلت ارتب كده ترويق سريع وبسيط الصبح كده. شيل بقى الحاجات اللي على الترابيزه والاوضه كده تبقى خلاص. دخلت هنا بقى على التويلت، كنت عايزه اغسل الحاجات بتاعت اياد. قلت اغسل الترابيزه بتاعته او الكرسي بتاعه بتاع الاكل، وكمان المشايه، لان بصراحه متبهدلين قوي. هو طبعا متعود ان هو ياكل فيه او يقعد على الكرسي، ودي بصراحه حاجه مريحاني. ايوه اي نعم بيبهدل الدنيا وبيبهدل كل الحاجات اللي حواليه، ده عادي خالص، بس بيبقى متعود ان هو خلاص في مكان بيقعد فيه، فبيربط ان قعدته في الكرسي ليه علاقه بالاكل والشرب، فالموضوع يعني مريحني كده اكتر. فالمهم كان عايز يتغسل، حطيت فري وحطيت كمان بريكس، كده كده هو مطهر ومنظف وهينضف لي كويس جدا. وبالفرشه كده ومسكت الكرسي بتاع الاكل، شلت المكان اللي بنحط فيه الاطباق، هو بيتفك ويتركب. وعايزه اقول هو كرسي كده كده كله بيتفك، يعني الرجول دي كانت بتتفك في مسامير كده بتضغط عليها وبتتشال الرجول كلها، والمقعد بيتشال والترابيزه نفسها بتتشال. فهو حلو بقى في كده. ده يا بنات كنت جايباه من ايكيا، وعايزه اقول لكم ان هو بتاع ديما، هو والمشايه بتوع ديما. سبحان الله، الطفل الاولاني ده بيجي بياخد الخير كله، كل حاجه بتبقى جاياله، كل حاجه واحسن حاجه. يعني الطفل التاني ده بيبقى غلبان كده شويه. ده انا اللي انا حسيته بصراحه مع اياد. لاني ما شاء الله ديما كنت جايبه لها كل حاجه، يعني كرسي الاكل ده ديما كنت جايبه لها اول ما تمت 6 شهور. كان ساعتها الكرسي ده ب 400 جنيه في ايكيا، انا مش عارفه بصراحه هو دلوقتي عامل كام، بس اعتقد ان هو عدى ال1000 جنيه. بس انتوا متخيلين بقى فرق السعر. فكنت جايبها لها هو والطقم بتاع الاطباق بتاعها بتاع ايكيا، هو معروف كده طبقين والمعلقه والشوكه بتاعته والكوبايه. فاللي متبقى من الطقم بتاع ديما بتاع الاكل والشرب هو الطبق الكبير، الباقي بقى كنا في مره في مصيف سيبناه كده على البول وما لقيناهوش، اختفى، هتعرفوش راح فين. المهم عشان في ناس سالوني عليها جايباها منين وبكام وكده، فهم يا جماعه بتوع ديما كل حاجه ما شاء الله موجوده في بتاع ديما، حتى الاسترولر، الزحليقه والكارسيت
وكل حاجه، يعني كل حاجه كنت جايباها لها. طبعا احتفظت بيها وشايلاها تحت السرير. قلت بقى عشان لما ربنا يرزقني تاني ويبقى في اولاد يبقى الحاجه كده موجوده. فالمهم كل الحاجات دي بيجي وقتها عليها وبطلعها. فدلوقتي طلعت له المشايه، هو بقى يتحرك وبقى يعني بيزحف. وبقى يعني يقف كده يقوم ويتسند ما شاء الله عليه. فقلت خلاص لما بدأ يحرك رجله كده وبقى يتسند ويمشي كده فيلعب بقى بالمشايه كده شويه. وخلاص. ديما برضو المشاية ما قعدتهاش فيها إلا بعد ما عدت 9 شهور. يعني خلاص كانت ابتدت برضو تتحرك كده زي اياد، فجبتها لها ساعتها وابتدت ان هي تتحرك بيها وعاملاها لعبه بقى. كانت بتفضل رايحه جايه في الطرق، انتوا عارفين الطرق عندي طويله، فكانت دي اللعبه بتاعتها. واياد برضو بقى يعمل كده برضو، يقعد فيها ويفضل رايح جاي. فبتعمل موسيقى وبتنور وكل حاجه، بس انا طبعا شايله الحجاره منها. فخلاص نظفتها وغسلتها وخليتها زي الفل. هسيبها طبعا في الحمام تنشف لان هي فيها سفنج فهتبهدل الدنيا بره. فقلت اسيبها تتصفى. طلعت بس الكرسي بتاع الاكل، قلت احطه عند الشباك عشان يتهوى كده وينشف كويس. خلاص ركبته له. بصوا بقى النظافه والجمال. حلو برضو فيه ان هو مقفول بحزام، لو الطفل قاعد يبقى مربوط كده بالحزام ما يعرفش ان هو يقوم او يتحرك. فهو بصراحه امان، انا بحبه جدا وبحس ان هو في اي مكان ممكن تاخدي الطفل فيه. تعالوا يا حلوين، عايزين نجهز كده الفطار مع بعض. بصوا بقى، كنت بجيب دي من المدرسة، الباص كان جاي فنزلت اجيبها. قلت كده اجيب من بتاع الخضار حاجات كده انا محتاجاه. المهم طلعت كرومب كان عندي في الفريزر، وطلعت كمان الصلصة بتاعت المحشي. جبت بس خضرة طازة كده عشان بحب تبقى طازة في المحشي. جبت شبت وبقدونس وكزبرة. وطلبت من عندي بتاع الفراخ فراخ. جبت فرختين لان الفراخ عندي كانت خلصانه. وجبت ايه كمان بقى، قلت اجيب شويه بتنجان كده، عايزه اعمل بتنجان مقلي. فجبت بقى فلفل حراق وفلفل اخضر وجبت بتنجان. قلت بقى ايه نقليهم كده ونعمل شويه بتنجان حلوين. جبت كمان توم عشان ما كانش عندي التوم 25 جنيه. جبت نص كيلو. انا ما بحتاجش التوم كتير، بس طبعا هبقى محتاجه توم عشان خاطر التتبيله اللي هي بتاعت البتنجان. وبس بقى فهنبدا نشتغل كده مع بعض ونعمل احلى فطار. بصوا بقى يا بنات، اول حاجه عملتها نقعت الفراخ. انا بحب احط فيها ميه وليمون وورق لورا وعود كده من القرفه، وبحط الملح وبحط شويه سكر. وطبعا الليمون اهم حاجه اهم حاجه في الموضوع ده كله. وحط شويه دقيق كده وبسيبهم يتنقعوا براحتهم خالص. هسيبهم حوالي ساعتين كده يكون خلاص نزل كل الدم اللي فيه، وبيكون سهل جدا بعد كده في الغسيل. الحاجه بتتغسل بسرعه وما بتغلبكيش. فهسيبهم كده يتنقعوا براحتهم عقبال ما اجهز المحشي. تعالوا الاول نجهز كده التتبيله بتاعه البتنجان. انا حطيت الفلفل الرومي مع الفلفل الحراق. جبت برضو كام فلفل احمر كده، قلت عشان يبقى حراق اكتر ويبقى سبايسي كده ويبقى طعمه احلى. حطيت بقى شويه ملح، وحطيت شويه كمون، شويه كزبره، وحطيت نص فنجان من الخل ونص فنجان من عصير الليمون. هضرب بقى كل الكلام ده في الهاند بلندر. وطبعا كل ما تزودي الكميه هيكون احسن، لانك انت ممكن تحتفظي بيها عادي في التلاجة او في الفريزر، وفي اي وقت عايزه تطلعيها تضيفيها على اي حاجه فهتبقى منجزة جدا بالنسبة لك. بصوا انا ضربتهم كلهم كده نص ضربة عشان لسه طبعا هحط التوم. حطيت راس توم وقلت اضربها في الاخر عشان برضو التوم يبقى باين كده، ما يبقاش كله مطحون طحنة ناعمة، يبقى فيه خشونة كده شوية. المهم الكمية دي كده كلها بتاعت البتنجان انا قليتهم. في ناس بتسلقهم وفي ناس بتقليهم. انا بحب البتنجان بصراحة المقلي عن المسلوق، معرفش ليه، يعني بحس ان طعمه بيكون احلى. وسبحان الله اي حاجه مقليه كده تحس ان هي بتبقى طعمها احلى، مع انها طبعا مش صحيه زي الحاجه المشويه او المسلوقه. بس هو بيبقى لها طعم كده حلو. فالمهم هاخد بقى التتبيله دي كده كلها احط في جوه البتنجان. البتنجان حتى ده يعني العيب فيه كان رفيع كده شويه. البتنجان لما بيكون مليان تحس ان بيبقى فيه كده لحم كده من جوه، فده كان رفيع، ما كانش فيه اتخن من كده بصراحه عند المحل بتاع الخضار. وما كانش ينفع بقى ان انا اطلع بره عشان ما اخرش على ديمه ولا حاجه، فده كان جنب البيت كده. فحلو قوي البتنجان. فالمهم قليتهم كده كله، وقليت كمان كام قرن فلفل كده عشان يديوها طعم كده ويبقى حلو. وممكن بقى تحتفظي بيها عادي في التلاجة وتشيليها تقعد معاكي اسبوع مش هيحصل اي حاجه. في اي وقت كده عايز تطلعي شويه بتنجان كده تاكليهم جنب الاكل. بصوا بقى انا بحط كده بملاه كده على قد ما بقدر. وفي الاخر برضو احط كده شويه من على الوش عشان الفلفل اللي انا حطيته دوت.
المهم قلت لا، ما ينفعش الاكله بتاعت النهارده دي من غير بتنجان، وانا الصراحه كان وحشني وبقالي كتير ما اكلتش بتنجان بتاع البيت. يعني مثلا ممكن نجيب من محل فول وطعميه بتنجان، بس ما بيكونش زي بتاع البيت خالص خالص. بتاع البيت حاجه تانية، حاجه تانية، ونظافه وطعم وكل حاجه يعني. بص، حطيتهم في العلبه دي، هغطيها واحطها في التلاجة لحد بقى ما يجي ميعاد الفطار. جربيها ان شاء الله هتعجبك قوي، وطعمها حلو قوي قوي ومظبوطه. المهم بقى هنا كنت الميه غلت، قلت اسلق الفراخ. حطيت بقى عادي البصل والطماطم والورق اللورا والحبهان وبهارات الشوربه والملح والفلفل، وظبطت كده الحاجات بتاعت الشوربه بتاعتي عشان خاطر تبقى كده ريحتها حلو. هسيب الفراخ بقى تستوي كده براحتها طبعا عشان محتاجه شوربه عشان خاطر المحشي. قلت بعمل شويه باميه ويكه كده في الاخر، بس طبعا محتاجه كده شوربه، فقلت اخليها كده تستوي عقبال ما اقعد كده اشتغل كده في المحشي على رواقه واخلصه. بصوا بقى هنا خلاص المحشي عملناه وظبطناه. بصوا بقى لفيت نص كرنبايه، وحطيت كام قرن فلفل كده عشان خاطر تديها طعم، وعملت كده حله صغنونه عشان دي مقويات طبعا من غير توابل، وهسقيها برضو بالشوربه بس بعد ما الشوربه كده تعمل. بصوا ما شاء الله الشوربه كانت دسمه كده. بصوا بقى الباميه الويكا الناس كتير ما تعرفهاش، هي نفس الباميه اللي بيتنا بنستخدمها، بس انا كنت جايبه كيس بقطعه كده قطع شرايح صغيره زي ما بنعمل في الباميه الطازه. وبعد كده بحط شويه شوربه كده من المعموله بتاعه الفراخ، وانا بحبها بشوربه الفراخ جدا اكتر من شوربه اللحمه. فهسيبها بقى تستوي كده على النار براحتها خالص. هسقي كده المحشي، حطيت كده شويه كمون وشويه زيت، حاجات كده بسيطه، ظبطت كده الشوربه، وقلت بقى اسيبها كده تستوي براحتها. بعد بقى ما الباميه بتستوي بضربها كده نص ضربه بسيطه بالهاند بلندر، وبعد كده بعمل لها التومه زي ما بنعمل التومه بتاعه الملوخيه، الطشه، شويه سمنه مع التوم، وبديها الطشه الحلوه دي. ودوقوا احلى باميه ويكا، سهله جدا جدا. ظبطت طبعا الحياء بتاعها، حطيت لها مكعب ماجي وشويه كده ملح ورشه صغيره من الفلفل الاسود وبس، وسريعه وطعمها طبعا في حته تانية. والله جربوها تعجبكم جدا. بصوا بقى المحشي كان استوى سبحان الله. انا جايبه الكرنبتين من نفس بياع، ودي كان طعم، واللي عملتها في اول رمضان كانت طعم تاني، بتاعت المره دي احلى بكتير، زبده كده في البق. فحطيت الطبق للولاد وطبق لينا انا ومحمد، والبتنجان بقى والفراخ. بعد ما بتستلق بجيب كده كيسين كاتشب وبدهنهم الوش بتاعها مع شويه زيت صغيرين، بدهن بس الوش وبدخلها تحت الشوايه، بتبقى طعم الفراخ حلو قوي. وده يا بنات كده كان الفطار بتاعنا. شايفين ما شاء الله المحشي والويكا خطيره خطيره. يا جماعه اللي ما جربش الويكا فايته كتير بجد. جربوها كده مع شويه بتنجان، وبصوا هتاكلوا كميه عيش مش طبيعيه. المهم طبعا سخنت عيش كده كان عندي في الفريزر، طلعته وسخنته، وده الحمد لله كان الفطار بتاعنا النهارده. المهم هنا بقى حبيت الم المطبخ ما كانش متبهدل قوي، وانا في مواعين استخدمتها حطيتها في الغساله كده على طول وانا شغاله، فالدنيا ما كانتش متبهدله قوي، غير بس ادي الصينيه اللي كان فيها الكوبايات بتاعه الميه والعصاير وقت الفطار، وكمان الاطباق اللي احنا استخدمتها، والحلتين بتوع المحشي وبتاعه الشوربه، دول بس المواعين اللي كانت عندي، فقلت احطهم بقى على طول. المواعين اللي انا استخدمتها وانا شغاله، في حاجات غسلتها الكبيره مش هتخش في الغساله، وحطيت المعالق والحاجات في الباسكت، وقلت احطه في الغساله عشان ما بهدلش الدنيا بره، والدنيا تبقى متكومه كده عندي، عايزه اخرج من المطبخ ما اخدش وقت فيه يعني. المهم اليوم كان طويل وكان في حاجات كتير طبعا اتعملت يعني ما اتصورتش، فقلت كده الحاجات دي كده المها معاكم على طول. فالمهم دي كانت مواعين في الغساله، قلت بقى احط باقي المواعين عشان ألمع كده الرخامة والبوتاجاز، واخرج كده من المطبخ وهو نضيف. لسه بقى عايزين نبدأ نستعد كده للعيد يا جماعة، خلاص كلها اسبوع، فما عملش حاجة واللي عايز يعمل يستعد بقى كده من دلوقتي، تمسكوا حاجة حاجة يعني، ما تضيعوش اليوم كله في التنظيف، وفي نفس الوقت ايه ما تهلكوش نفسكم.
حاجه يعني حاجه كده ابداوا اشتغلوا فيها. كل يوم اعملوا اوضه، اعملوا حاجه كده في البيت عايزه تتعمل وظبطوها. انا ان شاء الله هبدا من بكره باذن الله اظبط كده البيت، بحيث ان انا يبقى قدامي كده هو اخر 5 ايام ولا حاجه قبل العيد، كل يوم كده اعمل لي اوضه في البيت، اظبطها اروقها انضفها. يعني يبقى التنظيف كده من على الوش سريع، مش هعمل تنظيفات عميقه ولا تحت السجاجيد. يعني انا عامله الحاجات دي كلها قبل رمضان وفي تنظيفات الشتاء. ففي حاجات اللي هي متبهدله زي اللي بتتبهدل معانا على طول، المطبخ مثلا هغسل السجاده بتاعته والستاره، الحاجات كده ايه خفيفه. الليفينج هو اللي بيبقى محتاج تنظيف اكتر، لان ده قعدنا فيه وهلكنا فيه، والكنب عايز يتنضف وحاجات كده عايزه تتعمل فيه. فهبدا كده ان شاء الله من بكره، ربنا يقويني ويقويكم يا رب باذن الله. وان شاء الله كده يجي علينا العيد واحنا مخلصين كل حاجاتنا. والحاجات برضه يعني مش هنكذب على نفسنا، التنظيف كده كده ما بيخلصش ولا الترويق بيخلص، بس احنا بنحاول نبقى آه عارفين ان هو نحس كده بالفرحة وبهجة العيد. لو انت جايبه حاجة جديدة افرشيها وافرحي بيها، افرحي بحاجتك وببيتك وبكل حاجة، حتى لو حاجة بسيطة. المهم فرحي نفسك وفرحي ولادك. نبدأ كده ان شاء الله نجيب كحك العيد والبسكوت. طبعا مش عارفين الاسعار ايه السنة دي، اللي نزل واشترى يكتب لي تحت الدنيا ايه، عشان لسه ما نزلتش ولسه ما اعرفش اسعار الكحك والبسكوت عامل كام السنة دي. فبصراحة في حاجات كده الواحد ما بقاش يعملها وما بقاش يجيبها، بس طبعا لا يعني كل الكحك والبسكوت يا جماعة ده بناكله من السنة للسنة، فلازم برضو نجيب حتى لو حاجة بسيطة. المهم ان احنا نعود ولادنا كده على الطقوس بتاعة العيد بتاعتنا. ربنا ان شاء الله ما يعطى لنا اي عادة، ويوسع علينا يا رب ويكرمنا كلنا. واحد برضو ايه كده يفرح الولاد، والولاد بيفرحوا بالحاجات دي قوي. وانا بالنسبه لي اهم حاجه البسكوت يا جماعه، كوبايه الشاي بحليب بتاعت اول يوم من العيد دي مع شويه البسكوت يعني في حته تانية. ده اهم حاجه عندي اول يوم العيد بصراحه. بعد ما نرجع كده من صلاه العيد ونقعد كده ونرتاح، نبدا بقى نعمل الشاي بتاعنا ونحط بقى البسكوت وبتاع. اجواء العيد برضو حاجه تانية سبحان الله. ربنا يفرحنا دايما يا رب، حس دايما كده ببهجه العيد وفرحه العيد. المهم هنا يا بنات خلاص بفنش المطبخ الحمد لله. قلت بقى خلص عشان الحق احضن السرير كده. اليوم كان طويل قوي، وانا بيجي عليا الساعه 9 كده وبكون خلاص سافرت. واصحى مثلا الساعه 3، وفي اوقات بصراحه ما بصحاش، بفضل نايمه كده لحد الساعه 5 ما بحسش بصراحه. وبيجي عليا وقت ما بسحرش بصراحه، واقوم كده الاقي نفسي خلاص الفجر اذن، فاقول خلاص مش مشكله. يعني المهم ايه ان الواحد نام وارتاح. فهنا بقى كنت بخلص كده الحاجات اللي ورايا، وشطبت المطبخ الحمد لله، خرجت منه كده وهو نضيف ورايق. لمعت كده البوتاجاز والرخامه والحوض ورجعت كده كل حاجه مكانها. قلت كده اروق كده ونضف المطبخ كده تنظيفه حلوه لحد ما بنبقى نعمل تنظيفه كده عيد محترم. المهم بصوا بقى المطبخ رايق ازاي. المهم يا بنات ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وكان كده خفيف على قلبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه، واشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. توحشوني، باي باي، مع السلامه.